التي حملتموني أمانتها. إن ما حصلتم عليه اليوم في تلك اللحظة الدقيقة والفارقة من عمر الوطن من استحقاق رئاسي كثاني استحقاقات خارطة المستقبل التي توافقت عليها القوى الوطنية المصرية، جاء كنتيجة مستحقة لما قدمتموه من تضحيات على مدار ثورتين مجيدتين في 25 من يناير و30 من يونيو، استهدفتم فيها تحقيق العيش الكريم والحرية والكرامة. أبناء مصر الكرام، أتوجه إليكم جميعا رجالا ونساء، شبابا وشيوخا، بأسمى آيات الشكر والتقدير على ما قدمتموه من نموذج ديمقراطي مشرف. أشكر ملايين المصريين الشرفاء داخل الوطن وخارجه الذين اصطفوا